كشفت المطربة المغربية بسمة بوسيل تطورات الحالة الصحية لطليقها الفنان المصري تامر حسني، وذلك عقب خضوعه خلال الأيام الماضية لعملية جراحية دقيقة لاستئصال جزء من الكلية. وقد أوضحت بسمة بوسيل في تصريح خاص أن تامر حسني يتماثل للشفاء وتحسنت حالته الصحية بشكل كبير، مما سمح بخروجه من المستشفى وعودته إلى مصر بعد إجراء العملية في ألمانيا. وحول سبب عدم تواجدها مع ابنتها تاليا إلى جانب تامر حسني أثناء فترة علاجه، كشفت بسمة أنها لم تتمكن من مرافقتهم بسبب انتهاء صلاحية تأشيرتها. وأكدت بسمة بوسيل أن العلاقة بينها وبين تامر ما زالت قائمة على الاحترام المتبادل رغم الانفصال، مضيفة: العلاقة بيني وبين تامر كلها احترام، وهو أبو عيالي وطول الوقت هحترمه.